يا مساء الفل احلى اخوات ومتابعين. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض البقلاوه التركيه. بقلاوه تركيه هنعملها في 10 دقايق، سهله جدا وسريعه. اعتمدي الوصفه دي رمضان وخليها كده في بالك، حلوه جدا. مش هتاخد منك اكتر من 10 دقايق. تعالوا كده نسمي بسم الله ونصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصوا حلوين، جبت هنا لفة من الجلاش. تمام، طبعا دي على حسب الحجم بتاع الصينية اللي انت هتشتغلي فيها. جميل. يعني لو بتعملي صينية كبيرة يبقى هتجيبي مثلا لفتين جلاش. انا هنا جبت لفة واحدة بس على قد الصينية اللي انا هشتغل فيها. تمام. جيت هنا جبت معايا شوية كده مكسرات مشكلة، سوداني على جوز هند، شوية بندق كانوا فاضلين عندي، او سوداني فقط او سوداني وجوز هند، المهم اي نوع مكسرات عندك. ده طبعا انتي وراحتك، مفيش اي منه اي مشكلة. جبت 3 ورقات من الجلاش، 3 ورقات يعني 3 طبقات كده. وببتدي احط فيهم المكسرات زي ما انتوا شايفين، وبلف لفتين 3. اللفة التالتة بقطع زي ما انتوا شايفين، بصوا كده معايا واحدة واحدة اهو. بلف على المكسرات لفة، والتانية التالت لفة على طول بقوم جاية قطعة زي ما انتوا شايفين كده. تمام. الصينية بتاعتنا كده اهوت مش مدهونة ولا اي حاجة. الجلاش بتاعي ما دهنتش ولا اي حاجة، ولا دهنت طبقات ولا اي حاجة خالص. سهلة جدا وما بتاخدش منك وقت، وبتطلع النتيجة معاكي بجد مبهرة، حلوة جدا. طبعا احنا نقدر نعمل منها اكتر من شكل. الجلاش هنعمل منه كمان اكتر من شكل واكتر من وصفة. تمام. طيب بعد ما عملتها زي ما انتوا شايفين كده ومليت الصينيه بتاعتي، جبت كوبايه الا ربع من السمنه. انا هنا استخدمت سمنه بلدي، مش شرط ابدا تستخدمي سمنه بلدي، اي نوع سمنه انت بتستخدميه مفيش منه اي مشكله. استخدمت كوبايه الا ربع منها. كنت بس يا دوبك مدوباها كده، مسيحاها على النار. يعني مش شرط تكون سخنه ابدا، عادي يعني. تمام. وبعد كده هنا انا كنت نسيت ان انا اقطعها. الحقيقه كنت المفروض ان انا اقطعها قبل ما انزل بالسمنه بتاعتي او بالماده الدهنيه، بس ما فيش مشكله هتتقطع برضو وتمام قوي. حاولي تقطعيها بقى يعني قطع كده متساويه، وتكون على قد الايد. دخلتها بقى على فرن، درجه الحراره بتاعته تكون 200 لغايه ما تاخد اللون الذهبي معايا. تمام كده. تعالوا بقى هنا نشوف. بصوا يا جماعه، ده الشربات او السيرب بتاعي. انا بعمله كميه زي ما انتوا شايفين كده. بعمل كيلو من السكر، عليه نص لتر من الميه، عليه معلقة من الفانيليا، معلقة سمنة، ومعلقتين عسل جلوكوز. ما عندكيش عسل جلوكوز حطي مش شرط خالص، عادي خالص مش لازم. طيب تعالوا بصوا كده معايا. بعد الصينية بتاعتي ما طلعت من الفرن، ضروري جدا اصفي المتبقي من السمنة. طبعا الصينية لسه سخنة. انا زي ما انتوا شايفين جيت اصفي ما فيهاش اي حاجة، لان الكوباية اللي هي كيلو سوري، اللي هي كوباية الا ربع من السمنة كان على قد الكمية بالظبط. وهي سخنة كده هبتدي انزل بالشربات بتاعي او بالسيرب بتاعي، وهو بارد او ساقع. طبعا انا ببقى شايلاه دايما دايما في التلاجة وبستخدمه. ده سيرب او شربات تقيل. لو حبيتي تخففيه هتاخدي مثلا كوباية تحطي عليهم ربع او نص كوباية مية وتقلبيهم، وهيبقى متوسط او خفيف زي ما انت عايزة. هو ده اللي انا بعمله دايما في رمضان. بعمل كده زي ما انتوا شايفين الكيلو على بعض، وباخد منه لغاية ما بيخلص. زي ما احنا شايفين كده. بصوا النتيجة بتاعتها بجد والله وهمية. في الاخر خالص رشيت شوية كده من السمسم بما انه هو مفيد ومغذي، او شوية من المكسرات، او ما ترشيش حاجة خالص زي ما يعجبك. بصوا المنظر، بسم الله ما شاء الله. متنسوش بقى تحطوا لي لايك للفيديو. لو الفيديو عجبكم حطوا لايك للفيديو، ما تنسونيش من كومنت حلو زيكم. كل سنة وانتم طيبين وبألف هنا وشفا.